ويا مساء الجمال على جمهور سيناريو فيلم الكرام. النهارده راجعين بفيلم جامد جدا ودمار مليان بالاكشن والاثاره والتضحيات والانتقام، فخليك معانا لاخر الفيلم علشان النهايه بجد مؤثره ودمار. وقبل ما نبدا فيلمنا عايزك تصلي على النبي لان ده اهم حاجه عندنا، ويلا بينا نبدا. والسيناريو بيبدأ مع كائن اسمه نال، وبيكون مسجون في سجن مظلم من ملايين السنين، وعلشان يخرج منه محتاج لمخطوطة ومفتاح البرودكس، والحاجات دي موجودة مع فينوم اللي جوه جسم ايدي بروك، وبيكون متحكم في كائنات مفترسة ومتوحشة اسمها الزينوفيتش، وبيقول لهم ان جه الوقت علشان اتحرر من هنا، وده طبعا بمساعدتكم، وبيطلب منهم ينزلوا على كوكب الارض ويوصلوا لفينوم لان من خلاله هيقدر نال يتحرر. وفعلا بيتحركوا على كوكب الارض، وساعتها بنشوف ايدي وهو قاعد في حانة في المكسيك وسكران وبيكلم نفسه مش دريان باللي حواليه، وصاحب المكان كان مستغربه جدا. وهنا فينوم بيقول له يلا نحضر المشروب بتاعنا، وبيفضل يحضر في المشروب بطريقه غريبه جدا، وصاحب المكان كان هيموت من الرعب. ولما بيساله ايه الايادي اللي عندك دي فبيقول له اتولدت بيها. وفجاه بيشوف في نشره الاخبار ان الحكومه بتدور عليه، وده طبعا بعد ما قتل المحقق مورجان، بس هو ما عملش كده. ولو عايزين تعرفوا اصل حكايه فينوم فهتلاقوا اول جزئين موجودين في صندوق الوصف او في اول تعليق او في الاي اللي ظهرت فوق دي، اتفرجوا عليهم الاول عشان تعرفوا الاحداث ماشيه ازاي، وبعدين تعالوا اتفرجوا على الجزء الجامد ده. المهم بيقول ايد الفينوم ان هو كده مش هيقدر يرجع لسان فرانسيسكو، بس بيشوف قدامه تمثال الحريه فبيقرر يروح لنيويورك. وهنا فينوم بيتحمس جدا لانه نفسه يروح هناك ويقف على التمثال بنفسه، بس وهو ماشي بيديله حسابه، بس في قطعه من فينوم وقعت على العمله، واثناء وهو ماشي في كاميرا مراقبه بتصوره، وبيفضل ماشي لحد ما بيسمعوا صوت غريب جاي من بعيد، وفينوم بيحدد المكان وبيفضلوا ماشيين ورا الصوت لحد ما بيوصلوا المكان تحت الارض، وبيكون في باب مقفول، وفينوم بيكسر القفل وبيدخلوا جوه وبيلاقوا كلاب محبوسه، وايدي مش بيكون عارف هما محبوسين كده ليه، فبيعرفوا فينوم ان في ناس بتستخدمهم في مسابقات القتال. بس فجاه بيدخل عليهم 4 اشخاص، والزعيم بتاعهم بيقول له انت جيت في المكان الغلط، فبيقول له ايدي انت لازم تحرر الكلاب دي لان وجودهم هنا غلط، فبيضحكوا عليه، وفينوم كان مستعد للاشاره. وزعيم العصابه بيقول له نحرر مين يا حماده، وبيطلع السكينه بتاعته وبيجرح في وشه. وهنا ايدي بيدي الاشاره لفينوم وبيخبطه بالرجل وبيحرر الكلاب، وبتبدا تهجم عليهم، والعصابه بتحاول تهرب منهم، وفينوم بيساعد الكلاب ان هي توصل لهم، وبيضرب فيهم مع الكلاب، وبيحاولوا يهربوا لكن مش بيعرفوا، وفينوم بيكتفهم هم الاربعه، وهم الاثنين بيقولوا لهم في نفس واحد نحب نعرفكم بنفسنا، وبياكلهم. وبكده يكون فينوم اتعشى، وبيطلع ايدي وفينوم بيفضلوا يتمشوا وسط الكلاب، بس بيكون في كائن من الزينوفيتش شاف مكانه وبيوصل له، بس بنعرف ان الكائن ده اعمى، بس حاسه السمع بتاعته عاليه جدا جدا، واول ما فينوم بيظهر بيقدر يشوفه من على بعد ملايين من الكيلوهات، لكن لما ايدي بيرجع لطبيعته مش بيقدر يشوفه. المهم الحكومه بتقدر ترصد مكان ايدي، وبيبعتوا الضابط ريك علشان يقبض عليه، وساعتها كان في قطعه من السيمبيوت قدام صاحب الحانه ولسه هيلمسها، فبيوصل له ريك وبياخدها وبيساله عن ايدي، فبيقول انه ما يعرفش عنه اي حاجه، وان هو كان بيعمل حركات غريبه وفي ايادي كتير كانت بتطلع من ظهره، وكان بيتصرف بطريقه مش طبيعيه. فبيقرر ريك يقبض على صاحب المكان ويحقق معاه. وبعد كده بنروح للمنطقه 51، والمنطقه دي بيعملوا فيها تجارب سريه وخطيره جدا على السيمبيوت، وبنشوف الدكتوره بين وهي نايمه وبتحلم وهي صغيره وهي قاعده مع اخوها، واللي بيكون مهووسين جدا بالفضاء والكوارث الطبيعيه، ولما بيشوفوا ان البرق يقرب منهم بيحاولوا ان هم يهربوا، بس بيخبط في دراعها وكانت ماسكه اخوها فبيقتله، فبتفوق من الحلم وفجاه بتشوف طياره نازله في المختبر وبيكون في الاساس بتاعها اصلا، وبنشوف المحقق مورجان معاهم، وبنكتشف ان هو لسه حي وان ايدي متهم في جريمه هو ما عملهاش اصلا. بعد كده بنشوف المنطقه 51 وهي بتنفجر، وبيكونوا عايزين يدمروها نهائي بسبب اللي بيحصل فيها، وبيوصل المحقق ريك وبيدخل البصمه بتاعته، وفي سائل بينزل وبنعرف ان ده بيقدر من خلاله يقضي على اي حاجه. المهم بتوصل الدكتوره بين هي كمان للمنطقه 51 وبتروح في مكان سري بعيد عن التفجيرات، وبتنزل تحت وبتقابل المحقق ريك ومعاها الدكتوره دي، وبتروح تتكلم مع المحقق مورجان، واللي بيكون اصلا كان هيموت فعلا، بس قدروا ان هم يزرعوا جواه السيمبيوت علشان يقدر يعيش. فبيتكلم معاهم وبيقول لهم ان خلاص نهايتهم قربت، وان نال قرب يوصل للي هو عايزه، وانه مش هيسيب اي كائنات عايشه على الارض، وان هو هرب ومعاه مجموعه من الكوكب بتاعهم ونزل على كوكب الارض علشان يبعدوا عن شر نال، لان مفيش اي قوه هتقدر تقف قدامه هو والزينوفيتش، وان الحاجه الوحيده اللي محتاجها دلوقتي هو المفتاح علشان يقدر يتحرر من السجن وينفذ
بينفذ خطته. وساعتها بنشوف طياره متجهه لنيويورك، وكان على سقف الطياره ايدي، بس الطياره كانت ماشيه بسرعه كبيره جدا فمش بيقدر يتحمل، فبيتحول لفينوم علشان يقدر يكمل الطريق. بس كائن الزينوفيتش بيشوفه بيحدد موقعه وبيروح له في اقل من ثانيه، واول ما فينوم بيشوفه بينصدم وبيحاول ان هو يهرب منه ومش بيقدر يواجهه. وبنعرف ان فينوم هنا ما يقدرش على الكائن ده نهائي، بس بيقدر ان هو يلبسه في محرك الطياره وبتفرمه، وبيقول لايدي بالاذن انا بقى، وبيرجعه لطبيعته، وبيقع من على الطياره وبيفضل يطير في الجو. بس بيقدر فينوم انه يعمل نفسه باراشوت وبينزلوا على الارض بسلام. بعد كده بنشوف الدكتور مارتن والاسره بتاعته وهم راكبين العربيه بتاعتهم ورايحين عند المنطقه 51، وبنعرف ان الدكتور مارتن مهووس بالكائنات الفضائيه، ولما عرف ان المنطقه 51 خلاص هتتدمر فبيقرر يبيع كل اللي حيلته ويروح هناك علشان يشوف الكائنات الفضائيه اللي موجوده فيها. والزينوفيتش بيقع عليه بس بيقدروا يهربوا منه وبيتجمع تاني وبيرجع لطبيعته واكن مفيش اي حاجه حصلت له. وهنا بيوصل ايده وفينوم على الارض، وفينوم كان خايف جدا ومرعوب، وبيعرفوا ان الزينوفيتش ده جاي تبع نال وعايزهم هم بالذات بسبب الاندماج اللي بينهم، لان هيقدر من خلالهم يوصل لمفتاح البرودكس ويحرر نفسه، وساعتها هيسيطر على كل العوالم ومش بعيد يدمرها. وبيفضلوا ماشيين لحد ما بيلاقوا قدامهم حصان، فبيقول له ايدي تقدر تندمج معاه، فبيطلب منه يقرب شويه علشان يشوفه. ولما بيلمسه بيتحول الحصان ده لوحش كبير، وبيقدر ايدي يركب عليه وبيفضل يجري بيه وبيكون سريع جدا وبيفضل يطير بيه من على الجبال. وايدي كان هيقع بس بيقدر فينوم ان هو يمسكه، وبيكملوا رحلتهم لنيويورك. وبنشوف هنا المحقق ريك وهو واقف مع الدكتوره بين، وبيقول لها ان هو مش مرتاح للسيمبيوت اللي موجودين معاهم دول، وبيعرفها ان هم كانوا 7 ونزلوا على كوكب الارض، وبيكون شاكك ان هم عايزين يدمروا الكوكب. وزاد شكه اكتر لما قبض عليهم وما لقاش منهم اي مقاومه. بس بيجي واحد من الضباط وبيعرفوا ان الاقمار الصناعيه رصدت مكان ايدي، فبيتحرك لهناك ومعاه مجموعه من القوات الخاصه. واول ما ايدي وفينوم بيشوفوهم بينطوا في قلب الميه وبينزلوا 6 من القوات الخاصه وبيفضلوا يطاردوهم، وبيكون في البدل بتاعتهم مضخات وده اللي مخليهم اسرع منهم. وبيحاول فينوم ان هو يوصل لصاحبه بس الميه كانت سريعه جدا، وفي واحد بيمسك ايدي بس بيقدر يكسر له خرطوم الاكسجين وبيهرب منه، وفي مجموعه بتسيطر على فينوم، وفي واحد من الضباط بيمسك ايدي وكان لسه هيقتله بس بيقدر ايدي انه يخلص عليه، بس بينصدم جدا وبينصدم اكتر لما بيكتشف ان هي بنت. وبيقدر فينوم ان هو يدخل جوه سمكه، بعد كده بيطلع ودخل جوه ضفدع وبيفضل واقف اكنه ما عملش اي حاجه. ولما بيشوف صاحبه هيقع من على الشلال وهيموت فبيقرر انه يدخل جوه جسمه علشان يلحقه، بس ايدي كان رافض فبيقول له ما قدامناش حل تاني. واول ما بيتحول لفينوم الزينوفيتش بيشوفه وبيجي للمكان بسرعه بس بيقدر انه يرجع ايدي لطبيعته من تاني. وهنا الزينوفيتش لما بيلاقي هجوم جاي من البشر بيخلص عليهم. وهنا المحقق ريك كان مصدوم من اللي بيشوفه وبيدخل جوه بيتكلم مع الدكتوره بين وزميلتها وبيعرفهم ان في كائنات تانية موجوده على الارض غير فينوم، بجانب ان هو خسر 3 من القوات بتاعته وبيقفل معاهم. وبكده ايدي مطلوب القبض عليه من البشر والكائنات الفضائيه ومش بيكون عارف هيروح لفين. بعد كده بتروح الدكتوره بين وزميلتها للمحقق مولجان وبتطلب منه ان هو يتحول للسيمبيوت اللي جواه، ولما بتشوف شكله بتنبهر جدا لانه جميل. وبيعرفها ان نال مش محتاج اي حد من السيمبيوت اللي موجودين معاهم هنا، لكن عايز الاسود اللي هو فينوم لان هو مندمج مع بشري وهيقدر من خلاله يوصل للمفتاح والمخطوطه وهيتحرر وينفذ الخطه بتاعته. والحل الوحيد هنا علشان خطته تفشل ان واحد من الاثنين يموت، يا اما ايدي او فينوم. فبيقرر هنا ريك انه يخلص عليهم، بس طبعا الدكتوره بين كانت رافضه تماما ان هو يأذي حد فيهم، فبيقول لها انا خسرت 3 من القوات بتاعتي ومش هسمح له انه يأذي حد اكتر من كده. بعد كده بنشوف ايدي وهو ماشي في الغابه وبيشوف عيله الدكتور مارتن فبيرحب بيه جدا وبيساله انت ايه اللي جابك هنا، فبيقول له ان هو رايح لنيويورك. فبيقول له الدكتور مارتن هتروحها وانت حافي كده. المهم مارتن بيقول له ان هو رايح المنطقه 51 علشان يشوف الكائنات الفضائيه. ففينوم بيقول لايدي بدل ما نتعب الراجل ونوديه المشوار ده كله اوريه نفسه وخلاص، فبيقول له لا طبعا. فبيعرض الدكتور مارتن على ايدي ان هو يوصله معاه في الطريق وبيركبوا مع بعض العربيه والعيله كلها بتفضل تغني الاغنيه اللي هم بيحبوها وكانوا مندمجين جدا حتى فينوم وكلهم بيكونوا فرحانين ومبسوطين. وفينوم بيقول لايدي ان هو ارتاح جدا للعيله دي وان هي عيله نقيه مش ملوثه ولازم نساعدهم ونساعد غيرهم ان هم يعيشوا في سلام وامان. المهم لما بيوصلوا لنيويورك بينزل مارتن وبيوصل ايدي وبيديله شبشب جديد بجانب $20 علشان يقدر يتحرك، فبيسلم عليه وبيمشي. بس ال $20 دول مش هيعملوا لهم حاجه. وبيشوف قدامه صاله العاب قمار فبيروح علشان يدخل بس الامن بيخرجه لانه شكله مش نظيف ومش لابس كويس. وفينوم بيتعصب عليه وبيخبطه بالدماغ وبيجيب له ارتجاج، وبيروح لواحد تاني كان بيفك ميه وبيخبطه على وشه وبيلبس البدله بتاعته وبيقدر ان هو يدخل جوه وبيقعدوا على اللعبه. وفينوم بيقول لايدي انا عايزك تثق فيا وتراهن $20 اللي معاك، فبيقول له معناش غيرهم، فبيقول له خليها على الله. المهم بيفضل يلعب ويلعب ويلعب ويكسر لحد ما في النهايه بيقول له معكش $20 غيرهم. وبيتنرفز فينوم بس هنا بتشوفهم شين وبتفرح جدا لما بتشوف ايده قدامها وبتسلم عليه وبتقول له هو فينوم جواك، فبيقول لها ايوه هيروح فين يعني. المهم بتاخده وبتطلع على الجناح
الجناح بتاعها، وبيفضلوا يتكلموا شويه مع بعض، وبتطلب منه ان هي ترقص معاه، فبيقول لها لا، بس فينوم بيصمم، وايدي بيعرفوا ان الزينوفيتش هيشوفهم وهيجي ينفخهم، فبيقول له مالكش دعوه. وفعلا بيفضلوا هما الاثنين يرقصوا ويهيصوا وكانوا فرحانين والدنيا زي الفل. بس الزينوفيتش بيشوفهم وبيجي عليهم بسرعه البرق، بس بيرجع ايدي لطبيعته. وطبعا الزينوفيتش بيفضل يدور عليه ومش بيلاقيه، فبياخد بعضه وبيمشي. بس بتوصل هنا القوات الخاصه وبتقدر ان هي تخرج فينوم من ايدي، وبتقبض عليهم الاثنين، وبيروحوا بيهم للمنطقه 51. وفي نفس الوقت بيوصل الدكتور مارتن والعائله الكريمه للمنطقه 51، وبيقدروا ان هم يتسللوا ويدخلوا جوه، وبيطلعوا على برج علشان يشوفوا المنطقه كلها. وساعتها بنشوف ايدي واللي بيكون فاق، وبيشوف قدام المحقق مولجان، واللي بيقول له هو انت مش موت؟ فبيقول له لا. وفجاه بيتحول للسيمبيوت اللي جواه، وبيطلب منه ان هو يخلي باله على نفسه، لان نال قرب ينفذ خطته ولازم يحمي المخطوطه اللي معاه علشان العوالم كلها ما تتدمرش. وساعتها بيوصل المحقق ريك وبيعرف الدكتوره بين ان جالهم تعليمات ياخدوا فينوم وايدي من هنا، وان خلاص المنطقه كلها هتتدمر بالكامل. فبتقول له مش هتقدر لان المكان ده بتاعي انا. فبيعرفها ان الامر صدر وهيتنفذ دلوقتي، وبيطلعوا ايدي من الغرفه، وريج مش بيتمالك اعصابه وبيضربه بالنار. وهنا بيبدا الدمار. الدكتوره دي بترجع له فينوم من تاني، وبنعرف ان هي خدته في جسمها علشان تديهوله ينقذ العالم. بس بيوصل الزينوفيتش وبيهجم على كل اللي في المكان، بس بيخرج السامبيوت اللي في المحقق مولجان، وبيطلب منه يهرب بسرعه ويحافظ على المخطوطه. بس بيقدر الزينوفيتش ان يبلع المحقق مولجان، وبيوقع على فينوم السقف الحديد، وبيطلب منهم يحرروا السامبيوت علشان يساعدوهم. والزينوفيتش بيبدا يقتل في كل الموجودين، وايده بيرجع لطبيعته من تاني علشان ما يشوفوش. وبتبدا السيمبيوت اللي موجوده تدخل في اجسام الدكاتره والمحققين، وبيهاجموا الزينوفيتش علشان يبعد عن فينوم. بس طبعا قوته بتكون رهيبه ومحدش بيقدر عليه، واللي بيقابله بيبلعه. بس بتقدر الدكتوره تدخل السيمبيوت في جسمها علشان تساعد الباقيين، والمكان كله كان خلاص هينفجر. وبتقدر الدكتوره بين انها تاخد سيمبيوت من اللي موجودين. وفي نفس الوقت العيله الجميله كانوا بيتكلموا مع بعض، وبيقول لهم مارتن ان مفيش كائنات فضائيه ولا حاجه. بس فجاه الجدار بيتدمر وبيشوف قدامه كائنات فضائيه كتير. وساعتها السيمبيوت كانوا ماسكين الزينوفيتش علشان ما يروحش ورا فينوم، ومارتن بينده على ايده وبينصدم لما بيشوفه. فبيطلع لهم فوق، وطبعا بيكونوا خايفين جدا، بس بيطمنهم وبيعرفهم ان هم مش اعداء، لكن المفروض يتحدوا مع بعض علشان يحرروا الكوكب من اللي عايزين يدمروه. وفينوم بيطمنهم. وفي الوقت ده كل السيمبيوت والقوات الخاصه كانت نازله ضرب في الزينوفيتش، بس مفيش حاجه بتحوق فيه. فبيجي المحقق ريك وبيضرب فيه صاروخ وبيخلص عليه، بس البرج بيقع، وبيقدر فينوم ان هو ينقذ الاطفال، والسيمبيوت اللي موجودين بينقذوا مارتن ومراته. بس طبعا الزينوفيتش بيجمع نفسه من تاني، وبيبعت موجات صوتيه لنال علشان يبعت له دعم، فبيبعت له واحد كمان. فبتيجي لايدي فكره، وبيطلب من ريك ان هو يحضر المروحيه علشان هتفجر المكان، وبيركب الموتوسيكل وبيتحول لفينوم. وطبعا الزينوفيتش اول ما بيشوفوه بيجروا وراه، والسيمبيوت الاخضر بيحاول ان هو يعطل فيهم شويه لحد ما بيوصلوا في مكان كله قنابل، وبيرجع ايدي لطبيعته، والطياره بتفجر المكان بيهم. بس طبعا مش بيحصل لهم اي حاجه، وواحد بيطلع على الطياره وبيفجرها. وواحد من الزينوفيتش كان لسه هيقتل واحد من الضباط، فبيجي ريك وبيلحقه، بس بيطعنه في بطنه. والزينوفيتش بيمسك ايده وكان لسه هيخلص عليه، بس بيوصل مارتن وبيفجره، وبياخد بعضه وبيهرب هو وعيلته، وبيكون فاضل لسه واحد. فبتقرر الدكتوره ان هي تهجم عليه، بس بيطلع موجات وبيخرج السيمبيوت من جسمها وبياكله. وهنا بتوصل مجموعه كبيره من الزينوفيتش علشان خاطر تاخد المخطوطه، واليأس اتملك منهم كلهم. وفينوم بيقعد مع ايدي في الطياره وبيقول له جه الوقت علشان نضحي بنفسنا علشان الكوكب ده ما يتدمرش، والناس دي تفضل عايشه في سلام وامان، وانا مبسوط وفخور جدا على الفتره اللي عشتها معاك. وبيعرفوا ان طول ما هم عايشين مع بعض الكائنات دي مش هتسيبهم، وهتفضل تطاردهم لحد ما يوصلوا لهدفهم. وبيفهم ايدي ان هم الاتنين هيضحوا علشان خاطر الكوكب ده يفضل مستمر. وبينزل من الطياره وبيتحول لفينوم، وبيبدا يندمج مع الكائنات دي وبيسيطر عليهم، وحجمه بيكبر. ولما بيوصل عند ريك بيبص له، وبيفهم ان هو عايز يشغل الماده اللي بتدمر اي حاجه. وبيفهم ريك هو عايز ايه. واول ما بيوصلوا تحت الجهاز بيرمي ايده وبيقول له انا عمري ما هنساك، وعايزك انت كمان ما تنسانيش. وبيشغل ريك الجهاز، وبتنزل عليهم الماده، وبتبدا اجسامهم تسيح. ونال ما عادش قادر يسيطر على نفسه من كتر الغضب اللي هو فيه، لان خطته فشلت. وفينوم بيحط باب على صاحبه علشان ما فيش ضرر يصيبه، وبين وصاحبتها بيحاولوا يهربوا من المكان، وريك بيفجر المكان باللي فيه علشان يخلص. والانفجار كان خلاص هيوصل عند بين وزميلتها، فبتستخدم السامبيوت اللي معاها، وبتقدر ان هي تنقذ نفسها وصاحبتها كمان. وبتلاقي ايديها المصابه رجعت سليمه من تاني. وبكده فينوم قدر ينقذ الكوكب من الدمار اللي كان هيصيبه، وضحى بنفسه. وتاني يوم بيفوق ايدي والقائد بيعرفه ان صاحبه ما عادش موجود، وان هو يقدر دلوقتي يبدا حياه جديده مع نفسه وينسى فينوم. وبيطلب منه ما يجيبش سيره عن اللي حصل ده لاي حد علشان ما يكملش بقيه حياته تحت الارض. وبعد فتره ايدي بيفضل ماشي في المدينه لحد ما بيوصل عند تمثال الحريه، وبيقول لصاحبه انا مستحيل انساك. ودي كانت نهايه السيناريو الجميل بتاعنا. بس تفتكر دي نهايه فينوم كمان؟ اكتبوا لي رايكم تحت في التعليقات. ولو عجبتكم الحلقه ما تنسوش تدعمونا باشتراك ولايك وتعليق جميل علشان يوصل لكم كل سيناريو جديد ان شاء الله. وشكرا.
والفيلم بيبدأ ب5 أفراد حرامية وكانوا بيجروا وراهم قطاع الطرق، وال5 دول كانوا في مهمة عشان يسرقوا البارود، لكن ما كانوش يعرفوا مكانه، بس كانوا خارجين في رحلة بحث عشان يلاقوه وبيقدروا يهربوا من قطاع الطرق. وبيجي الليل وبيكون في مجموعة منهم عايزة تروح لأن ما عادش معاهم لا أكل ولا شرب، لكن كان في مجموعة تانية عايزة تكمل المشوار، لكن في النهاية قرروا إن هم يكملوا المشوار لأن هم كانوا في الأصل 20 واحد طالعين عشان يجيبوا البارود، لكن في 15 منهم ماتوا، فقرروا إن هم يكملوا المشوار عشان ما يغزلهمش، وبيبدأوا إن هم يقللوا الحمل اللي معاهم عشان يقدروا يتحركوا، وبيرموا كل حاجة ملهاش أي لازمة، ومن ضمن الحاجات دي حجر وبيكون مغناطيس، لكن بيقرروا إن هم ياخدوه لأن ممكن يستفيدوا بيه في مشوارهم. لكن أثناء كلامهم بيهجم عليهم وحش مفترس وبيقتل 3 منهم، لكن في نهاية المطاف بيقدر واحد اسمه ويليام إنه يموته ويقطع دراعه ويرميه من على الجبل، وقرر إنه ياخد إيده يمكن يستفيد بيها. وتاني يوم وهم ماشيين بيطلع عليهم قطاع الطرق، لكن بيحاولوا يهربوا منهم لحد ما بيوصلوا عند برج من أبراج السور، وكان في جنود واقفة ومصوبة عليهم السهام وبتوقفهم، وبكده بقى متحاصرين من قطاع الطرق ومن الجنود، فقرروا ان هم يسلموا نفسهم للجنود عشان قطاع الطرق هيقتلوهم. بعد كده بيروح جندي وبيقول لجميع القاده ان القائد عايزكم، وبيروح لواحده اسمها القائده لين وبيقول لها ان القائد عايزك، وبيتجمعوا كلهم حوالين الايد عشان يستكشفوا ايه اللي حصل ده. وفي نفس الوقت بيكون ويليام وتوفار بيخططوا عشان يقدروا يهربوا، وبيكونوا بيتكلموا بالانجليزي وصوتهم عالي على اساس ان محدش بيفهم لغتهم، لكن لين بتكون بتعرف تتكلم انجليزي وبتقول لهم ما تحاولوش تهربوا، وبتقول لهم كمان انتوا جبتوا الايد منين؟ فبيقول لها ان كان في كائن هجم على اصحابهم وقتلهم وهم قتلوه واخدوا الايد معاهم تذكار. وبتقول لين الكلام ده للقائد، فبيقول لها مين اللي قتله بالظبط؟ فويليام بيقول له انا اللي قتلته، لكن مش بيصدقوه لان مستحيل ان في بشر يقدر يقتل الوحوش دي. لكن بيدخل عليهم جندي وفضل يصرخ وبيقول لهم احنا متعرضين لهجوم من الوحوش الخضراء، فبيأمر القائد ان هم يحبسوا الاثنين دول وهم هيطلعوا يتصدوا لهم، وبتاخدهم لين على السجن. لكن وهم ماشيين بيفضلوا يقولوا لها ايه الوحش اللي احنا قتلناه ده؟ فبيقول لهم انهم اسمهم الوحوش الخضراء، لكن وهم جايين يحطوهم في قلب الزنزانه ما بيكونوش معاهم المفتاح، فبيقرروا ياخدوهم ويحطوهم معاهم على السور. وهنا كل واحد من الجنود بيتمركز في موقعه علشان هتبدا المعركه، وبيكون القائد عارف ان الوحوش دي هتيجي وانه مستني اللحظه دي من زمان، وانهم بيحضروا نفسهم من 60 سنه علشان اللحظه دي، وانهم عاملين السور ده مخصوص علشانهم لان المعركه دي بتحصل كل 60 سنه. وبيبداوا مجموعه البنات اللي لابسين ازرق يقفوا على راس السهام، وبتكون القائده بتاعتهم لين. بعد كده بيأمر القائد بضربهم بالقذائف الناريه، بعد كده بيضربوهم بالسهام، واول ما بيقربوا على السور بتنط لين والجنديات اللي معاها وبينزلوا يخلصوا على شويه منهم. بعد كده بتظهر مجموعه من الوحوش الخضراء العملاقه، ودول بيكونوا مهمتهم يحرسوا الملكه اللي معاهم، لكن بيأمروا القائد ان هم يضربوا الملكه، لكن مش بيعرفوا لانهم بيحموها. واثناء المعركه بيطلع 2 من الوحوش الخضراء على السور وبيقتلوا كل الجنود اللي بتحرس ويليام وتوفار، لكن بيجي واحد اسمه بلارد وبيفكهم بسرعه، وبيقدروا ان هم يخلصوا على الوحوش دي. والملكه بتاع الوحوش بتقرر انها تنسحب لانها حست ان هم خلاص هينهزموا، وبتدي اشاره للجنود من خلال الحاسه اللي عندها، وفعلا بيمشوا. وهنا القائد بيشكر ويليام وتوفار على اللي هم عملوه، وبيأمر الجنود يوفروا لهم حمام وغرفه علشان يريحوا فيها. لكن وهم قاعدين بالليل بيجي لهم بلارد اللي فكهم وبيفضل يحكي لهم وبيقول لهم انا كنت جاي زيكم كده برضه علشان البارود، لكن هم حجزوني هنا عشان ما حدش يعرف سر السور او سر البارود اللي انا كنت بدور عليه، وانا موجود هنا بقالي سنين كتير. وبيقول لهم احنا عندنا حل وحيد عشان نقدر نهرب من هنا وناخد البارود معانا، وهو ان الكائنات دي لما تهجم تاني نستغل ده وناخد البارود ونهرب. بعد كده بيظبطوا نفسهم وبيروحوا عشان يتعشوا مع القاده، واول ما بيدخلوا بيسقفوا لهم وبيدوا لويليام اسهم، لكن بيتريق وبيقول لهم انا مش محتاجها. فالقائد بيقول له انت مستهون بيها. المهم بيوري له حركه بسيطه من مهارات اللي عنده، وهو انه رمى الطبق وضرب سهمين وثبت الطبق على العمود، والكل كانوا منبهرين بيه. وهنا لين بتتكلم مع ويليام وبتقول له ان هي هنا من وهي عندها 5 سنين، وبيقول لها برضه ويليام انا كنت في الجيش من وانا عندي 5 سنين لكن انضميت علشان اكل. فبتقول له انت كده مش جندي، انت كده مرتزق، لكن انا بدافع عن المملكه بتاعتي. المهم بتاخده وبتوديه عند المكان اللي بتقف فيه هي والفتيات، وبيرمي نفسهم اثناء المعركه، وبتلبسه الحلقه دي وبتاخده وبتقول له احنا اهم حاجه بتميزنا هنا الثقه. فبيفكر ان هي هترميه، لكن هي كانت بتوصل له رساله وانه ما يفكرش يغدر بيهم. بعد كده بيروح ويليام وتوفار وبيتكلموا مع القائد وانج، وبيقول لهم ان المغناطيس ده هو السبب انكم قدرتوا تخلصوا على الوحش ده. فبيسالوا بيقولوا له هي الكائنات دي اصلا جت منين؟ فبيقول لهم كان في حاكم ظالم من مئات السنين، وبسبب ظلمه وافتراءه على الناس نزل نيزك على الجبل وتحول لاخضر، وهنا ظهرت الوحوش دي وبدات تهجم على البشر كل 60 سنه عشان توصل لهم رساله ان الظلم والطمع اخرته الدمار. وبيجي اخبار للقائد ان في جنود ميته على السور، ولما بيروح هناك بيكتشف ان معمول لفخ وان الوحوش ديت هجمت على المكان، وبيهجم عليهم واحد
والقائد بيضحي بنفسه وبيموت من اجل لين، لكن قبل ما يموت بيوصي ان لين هي اللي تكون القائده من بعده. بعد كده بيتعمل له مراسم عزاء والجنود كلها بتودعه، وبيلاقوا ورقه مكتوب فيها ان حصلت معركه من 900 سنه وكان في 3 وحوش جم عند البوابه بتاعه السور وفضلوا يقتلوا في كل الجنود، لكن الوحوش دي تلقائيا استسلمت والجنود طلعوا خلصوا عليهم. فاكتشفوا ان كان موجود على البوابه مغناطيس زي اللي معاهم ده، وهو ده السبب اللي بيخلي الوحوش دي تخضع لهم. وهنا ويليام بيقترح ان هم يصطادوا وحش عشان يطبقوا عليه الحكايه دي، وانهم يصطادوه زي ما بيصطادوا الحيتان في البحر عن طريق الرمح يعني، وبيقدروا فعلا يصطادوا واحد من الوحوش دي وبيقربوا منه المغناطيس وفعلا بيستسلم وبينام، وبيودوا الوحش ده للامبراطور بناء على اوامره، والامبراطور ده بيكون عيل صغير وتافه. المهم لين والجنود بيكتشفوا ان الوحوش كانت بتعمل تمويه الفتره دي وبتهجم عليهم عشان خاطر تستغفلهم، لانهم كانوا بيحفروا نفق كبير، وفي نفس الوقت بالارد وتوفار راحوا يسرقوا البارود علشان يهربوا وسابوا ويليام معاهم هناك كتمويه. وبيبدا توفار انه يفجر الباب اللي في البارود، وهنا ويليام بيسمع صوت الانفجار وبيطلع يشوفهم وهم بيسرقوا، فبيطلب منهم يرجعوا كل حاجه مكانها، وده طبعا عشان الست لين. وهنا توفار بيقول له انت عشت عمرك كله حرام وجاي دلوقتي وعايز تتوب، فبيقول له انا هتجوز لين، لكن بيعملوا له فخ وبيغمى عليه، وتوفار وبلارد بياخدوا البارود وبيهربوا. لكن لما بترجع لين بعد ما خلصت على موضوع النفق بتكتشف ان البارود اتسرق، وهنا بتتهم ويليام ان هو اللي عمل كده، فبيقول لها انا حاولت امنعهم لكن هم ضربوني واغمى عليا وخدوا بعضهم وهربوا. فبتقول له وانا مش مصدقاك وبتأمر بقتله، لكن بيطلع واحد بالجنود وبيقول لها ان كل كلمه قالها ويليام حقيقه وانا شفت كل اللي حصل ده بعيني. وهنا بتحس لين انها غلطانه لكن بتكابر وبتأمر انه يتحط في السجن، وبتأمر مجموعه من الجنود ان هم يخرجوا ويدوروا عليهم، وبيوصلوا في وسط الجبل. وهنا بيغدر بالارد بتوفار وبيقول له اطلع على الجبل من فوق كده شوف حد جاي علينا ولا لا، وبيصدقه وبيطلع يشوف، لكن بيغدر بيه وبياخد الاحصنه والبارود وبيهرب. وبيطلع عليه مجموعه من قطاع الطرق ومش بيكونوا عارفين ايه اللي معاه ده، وبيفضلوا يلعبوا بيه لحد ما بيوصل عند النار وبينفجر فيهم وبيموتهم كلهم. واثناء ده توفار بيسمع صوت الانفجار وبيروح ياخد الاحصنه وبيلاقيهم مقتولين وبياخد بعضه وبيمشي. واثناء ما هو ماشي في الصحراء بيهجم عليه مجموعه من الجنود اللي بعتتهم لين وبتقبض عليه، وبيكون ساعتها ويليام في قلب السجن وبيسمع صوت انفجار بره، وبيجي له واحد من الحرس وبيقول له انت بقيت حر دلوقتي، وبيروح عند السور وبيقول لوانج ايه اللي بيحصل، فبيقول له ان الوحوش الخضراء قدرت انها تدمر السور وداخله على المدينه دلوقتي. وبيسالوا على لين قال له خدت مجموعه من الفتيات وركبت المنطاد عشان تحاول توقفهم، وهي اللي امرت انك تخرج من السجن وامرت كمان انك تاخد البارود اللي انت عايزه وانت ماشي. وهنا ويليام بيقرر يفضل وبيركب مع القائد وانج المنطاد بتاعه، وبيقول لوانج احنا ما قدامناش حل غير ان احنا نقتل الملكه بتاعتهم وبكده كلهم هيموتوا لوحدهم. وبيكون الوحوش دخلت في قلب المدينه وبيقتلوا في الناس، والوحوش بتهجم على لين من كل ناحيه، لكن بيجي ويليام وبينقذها وبتكون مبسوطه جدا بس مش بتبين. بعد كده بياخدوا بعضهم وبيروحوا لقصر الملك، ولما بيسالوا عليه بيكونوا اصلا مستخبي ورا العرش، لان احنا زي ما قلنا هو مجرد طفل تافه. وبيقول لهم انت قتلتهم ولا لسه؟ فبتقول له لين احنا موجودين هنا عشان نحميك. ووانج بيقول للملك احنا عايزين عجل كندوز، فبيجيب لهم، وهنا بيشيلوا المغناطيس اللي على الوحش اللي هم نيموه، ولما بيصحى بيشوف اللحمه وبياكلها وبياخد بعضه عشان يروح ياكل الملكه، لان زي ما احنا عارفين ان الوحوش دي بتقتل البشر وبتاكلهم، وبعد كده بيروحوا ياكلوا الملكه بتاعتهم علشان تقدر تتكاثر وتجيب جنود جديده. لكن وهو بياكلها ويليام هيضرب سهم عليه مفخخ ومليان بارود وبكده هينفجر فيهم ويموتوا، لكن يا فرحه ما تمت لان الجنود بتوعها بيقدروا ان هم يحموها. وهنا بتقرر لين بخطه تانية انها ترمي المغناطيس في وسطهم، وبكده مش هيقدروا يحموها لان اعصابهم بتسيب وبيناموا، وفعلا بتعمل كده وبيضرب ويليام سهم في بارود وبينفجر فيهم، وبكده الملكه بتموت وكل الوحوش اللي معاها بتموت. وبعد كده ويليام بياخد مجموعه من الجنود وبيروح للسجن عند توفار وبيبدا يتكلم معاه وبيقول له توفار انت جاي عشان تشمت فيا لان انا محبوس؟ فبيقول له لا، وبيقول له ان الامبراطور خيرني بين حاجتين، يا اما اخد كميه البارود اللي انا عايزها يا اما اخدك انت، وانا قررت اخدك انت. لكن وهم خارجين بتجيله لين وبتشكره على كل اللي عمله وانه ساعدها ان هم ينقذوا المملكه من الدمار، وبتطلب منه انه يفضل موجود لانها حبته، لكن بيقول لها انا مش هينفع افضل هنا لان انا كنت المفروض جاي في مهمه والمفروض انها خلصت، وبياخد بعضه وبيمشي. ودي كانت نهايه فيلمنا، ولو عجبتكم الحلقه ما تنسوش تدعمونا باشتراك ولايك وتعليق جميل علشان يوصل لكم كل ما هو جديد. شكرا.